كان عندنا جولة هذا اليوم لمركز القلب في دار الصحة ذي قار. هذا المركز الذي أصبح مفخرة للبلد للعراق عموما ولذي قار، فيه خيرة من الأطباء الأكفاء الذين نجحوا مؤخرا بكادر مع كادر أجنبي متخصص بزراعة القلب الاصطناعي، وأيضا الخدمات الكبيرة التي يقدمها للمرضى لكل مرضى العراق ليس فقط خاص بمحافظة ذي قار. صندوق عمار ذي قار جهز مركز القلب بأجهزة الهايبر، وهي أجهزة حديثة متطورة بكلفة 3 مليار ونص. أيضا هناك ملاحق أبنية من قبل الأخوة في التنمية والصندوق، أيضا تنمية الأقاليم والصندوق. وقدمنا شكرنا وتقديرنا للكادر الطبي ومنتسبي مركز القلب في دائرة الصحة ذي قار.